نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة شباب. هذا البرنامج الذي يأتيكم من تقديم أخوكم عبد الرحمن برهان، وزميلي الذي يصحبنا أيضا في التقديم. باسمكم جميعا أرحب بعبد الرحمن محي الدين. حياك الله عبد الرحمن. أهلا وسهلا عبد الرحمن، أرحب بكم أيضا أيها السادة الجمهور الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا ساعة شباب، وإلى أول فقرات هذا البرنامج وجلسة سمر. طيب عبد الرحمن، خلينا اليوم موضوعنا غالبا ما راح يكون عاطفي أو مشاعري أكثر من كونه موضوع أكاديمي أو موضوع اجتماعي. نتكلم اليوم عن الغربة يا عبد الرحمن، ما لها وما عليها. إيش هي الغربة في الأساس؟ ليش ممكن الإنسان يتغرب؟ إيش الأسباب العوامل الداعية للتغرب؟ ليش ممكن الإنسان يعني يتغرب ولا يعود؟ ليش ممكن الإنسان يطول في الغربة؟ يعني أسباب كثيرة وأسئلة عديدة تتبادر إلى الذهن إذا فتحنا موضوع الغربة. لكن بداية عبد الرحمن خلينا نسأل، ما هي الغربة؟ لو سأل الإنسان ما هي الغربة، ممكن نقول إن هي انتقالك من بلد إلى بلد آخر بداعي من الدواعي التالية: الدراسة مثلا، أو الهجرة، أو طلب المعيشة والرزق في مكان آخر قد لا يكون متوفر لديك في المكان اللي أنت فيه، فتضطر أنك تنتقل إلى بلد آخر وتكون مغتربا بعيدا عن ديارك وأهلك. ولا إيش رأيك عبد الرحمن؟ نعم عبد الرحمن، موضوع شيق جدا وموضوع اجتماعي ويهمنا كثير كمجتمع عام بشكل عام، ومجتمع إريتري خاص، كون الإريتريين من أشهر الدول أو من أشهر الشعوب المعروفة بالغربة مع الأسف والاغتراب. وهنا دعنا أيضا عبد الرحمن نعرف الغربة مرة أخرى كما ذكرت. الغربة اصطلاحا هي البعد عن الوطن، وغالبا تشير إلى المشاعر السلبية المرافقة للانقطاع عن الأهل والأجواء المعتادة. نعم. وبالتالي السفر بغرض السياحة لا يعتبر غربة، وإنما يصحب بالمشاعر السلبية، فلذلك سميت غربة. ويتغرب الإنسان غالبا من أجل الدراسة أو كسب العيش أو ربح مادي أفضل، ويطمح إلى الوصول إلى مستوى معيشة مرموق على حساب تغربه عن أهله. بالتالي هو يضحي من أجل غرض ما ومن أجل هدف ما، وهو العيش بحياة كريمة. دعنا عبد الرحمن ننظر في الغربة يعني منظور عام، بعدين يعني نتعمق فيها. الغربة كاسم يعني مصطلح سلبي جدا. يعني تجد انه الشخص عندما يتغرب تجد انه يجد ان هذه الكلمة زي ما تقول تشفي غليلة بعض الشيء. يعني وارتبطت اصلا عندها الغربة بكونه بعيد عن اهله بالمشاعر السلبية مثل ما ذكرت. بالضبط. بالتالي تلقاه يقول تمام يا هانت، انا الان في غربة، انا في غربة، ان شاء الله متى ما عدت الى وطني ان شاء الله راح تزال عني هذه الغربة. بالتالي الغربة دائما يعني مرتبطة بالمشاعر السلبية دائما. نعم. والغربة لها صور يا عبد الرحمن. الغربة ليست سفر فقط. يعني لو تكلمنا بشكل عام أو بمفهوم أوسع، الغربة قد تكون غربة مشاعر أو غربة أفكار. يعني غربة السفر معروفة ومآلها معروف والهدف منها معروف، لكن غربة الأفكار قد تكون بعض الأحيان مؤذية، كونك تعيش في مجتمع لا يمثل الأفكار اللي أنت تعتقدها أو الأفكار اللي أنت تؤمن فيها، فهذا يجعل منك يعني إنسان تقدر تقول منطوي. فأنت في مجتمعك وبين أهلك وأحبابك لكنك مغترب بأفكارك. وكذلك غربة المشاعر. نعم. أيضا كما ذكرت أنك أنت ممكن تكون مغترب وأنت في مكانك، وأيضا ممكن تكون غير مغترب
ممكن تكون في مكان ما أنت مثل المواطنين أو مثل الناس الذين يعيشون في هذا البلد بأفكارك وبمجالسك. يعني يعجبني في بعض الشعوب العربية أنهم يعني يجعلوننا من المكان الذين يعيشون فيه موطنا لهم أينما كانوا. فبالتالي يعني يذكر في هذا الموضوع الشعب اليمني ما شاء الله هذا نذكره على سبيل المثال يعني لا الحصر، إنما يعني ما شاء الله من هذه الشعوب وغيرها تجد أنهم يعني يجعلون لهم أماكن محددة في كل دولة ما يجتمعون فيها، ويعني يؤنسون بعضهم ويذهبون عن أنفسهم ألم والغربة. بالتالي يجب أن يكون مثل هذه الأماكن متواجدة للشعب الإريتري خاصة، وأيضا للشعوب بشكل عام، حتى لا يشعرون بالغربة. بالتالي هو الغربة عبارة عن شعور، فمتى ما كان الشخص بين أهله وأحبابه وإخوانه زال عنه كثير من مشاعر السلبية تجاه الغربة. أيضا ممكن يكون الغربة غربة فكر، ممكن تكون أنت زي ما تقول كما ذكرت عبد الرحمن غربة أفكار. ممكن تكون أنت في مكانك ولكن أنت لا تؤمن بالأفكار التي يؤمن بها مجتمعك، وبالتالي يصبح عندك تغرب، يصبح عندك أفكار سلبية. هذا يعتبر أيضا من التغرب الفكري. وأيضا كما ذكرنا غربة السفر، ألا وهي الغربة التي أنت تبتعد عن أهلك وإخوانك بغرض السفر، بغرض المعيشة، بغرض يعني أيا يكن، المهم أن تغترب. وغالبا ما تكون الغربة لمدة طويلة، وبالتالي لا يعتبر الشخص متغربا لمدة شهر أو شهر، وإن كانت غربة ولكنها هذه دعنا نقول فترة قصيرة جدا. غالبا ما تكون الغربة مرتبطة بمدة طويلة جدا، تجد 10 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة. هذه كلها تعتبر أيضا من صور الغربة. نعم. والحديث كما ذكرت عبد الرحمن عن غربة الفكر، غالبا ما تكون غربة أفكار يعني تقدر تقول اجتماعية أو ممكن أخلاقية أو بهذه الصور. ما تكون دائما غربة فكر ديني، ما تجد غربة فكر ديني، لأن دائما المسلمين دائما متحدين بالكتاب والسنة، عندهم قواعد وقوانين وتشريعات وضعها الله لنا، وضعها الله سبحانه وتعالى لنا، فنحن نمشي عليها. فلذلك ما تجد الإنسان يغترب غربة دينية، ما تجد أنه يعتقد معتقدات خاطئة، لأن هذا أصلا بيخرج عن الملة ويخرج عن الدين. فغالبا ما تكون يكون اغترابه اغترابا فكريا من جوانب اجتماعية، أنه مثلا يخالف العادات والتقاليد بشكل موزون طبعا، مش بشكل طائش، أو أنه يخالف بعض الأفكار الذي يعتقدها بنو قومه. أيضا عندنا غربة المشاعر يعني في كثير من العلاقات تجد أن الإنسان موجود في علاقة مثلا مع زوجته ولا مع صديقه ولا مع قريب له، لكنه مغترب عنها مشاعريا، ما يجد أنه قاعد يأخذ مثل ما يعطي، ما يجد أنه قاعد يتوالف بالمشاعر بنفس الصورة اللي هو يبيها. فهو موجود في العلاقة وموجود مع الشخص، مثلا رجل وزوجته أو الزوجة ورجلها أو الأب وابنهم، يعني هم موجودين متقاربين مع بعض في نفس المكان جسديا. نفس ما قلت، لكنهم مغتربين غربة مشاعر. غرب يعني ما تجد انهم يفهمون بعضهم. صحيح. وهذه من اصعب انواع الغربة، ان تكون موجود بحواسك الخمس ولكنك روحيا غائب تماما. وغالبا هذه أسباب يعني مشاكل اجتماعية كثيرة، أهمها يعني الفرقة بين الأحبة والأصدقاء. وأيضا الطلاق لا سمح الله. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أرواح جنود مجندة، ولكن هذا ليس موضوعنا. دعنا نركز أيضا على الغربة التي يعني نتحدث عنها، لا وهي غربة السفر، وأيضا غربة الأفكار. لماذا يا عبد الرحمن كما ذكرت في محور أنه الأفكار دائما تكون الغربة دائما تكون في أفكار اجتماعية وليست أفكار دينية بحتة؟ لأنه هذه هي للأسف التي يركز فيها الغرب، أنهم يعني يجعلون تركيزهم ما يقول لك الغرب يقول لك أكفر مباشرة، وإنما يمهد لك هذا الموضوع. ولكن الغاية واحدة، الغاية أن تتخلى عن مبادئك. حتى يعني ممكن هم مستعدين أنهم يجعلونك مسلما بالاسم، ولكنك يعني للأسف غير مسلم أو لا تتبع الإسلام بتصرفاتك وبأخلاقك. فبالتالي تجد أنه كثير من الشعوب مع الأسف تجد أن المسلمين يوجد فيها يعني بنسبة كبيرة جدا، ولكن مثلا المصلين قليل، أو مثلا تجد أنه المتصدقين قليل، أو تجد أن الذين يعفون عن أنفسهم عن الحرام قليل. فبالتالي هذه كلها أساليب اتبعها الغرب مع الأسف حتى يغربون المجتمع الإسلامي أو المجتمع العربي بشكل عام. فبالتالي تنشأ منظومة شبابية ضعيفة جدا. طيب دعنا ننتقل إلى محور آخر عبد الرحمن، ألا وهو ما هي أسباب الغربة؟ لماذا يتغرب الإنسان؟
خلينا نتكلم عنها بعدة جوانب كما ذكرنا: الغربة المشاعرية، الغربة الدينية، عفوا غربة السفر، غربة عن الأهل، أيضا الغربة الدراسية. خلينا نفصل فيها بشكل طيب بشكل خاص. بداية يطرأ على بالي هنا أبيات للإمام الشافعي، يقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغترب، نعم. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش بالنصب. ينصب يعني أتعب، فإن لذيذ العيش في التعب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والعود لو لم تطب منه روائحه، ما فرق الناس بين العود والخشب. الله. يذكر لك الشافعي هنا أن وجودك في نفس المقام لفترة طويلة أو كذا، وأنت لا تجد في نفسك تطور، أو لا تجد أنك تقدمت، أو أن الناس قامت تتقادم عليك، فأنت هنا في مرحلة تأخر، ويجب أن تتغرب لأنه المكان اللي أنت فيه ليس مكانك، أو أنت مو جالس تتطور فيه على حد أعلى. فلذلك ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة، فدع الأوطان. نعم. يقول: دع الأوطان واغتربي. نعم. نعم. هذه أبيات جميلة، ولعلها من أشهر أبيات الإمام الشافعي. نعم. ويعني دعنا نقول أنها من أهم الأسباب التي تحفز الشباب نعم. على التغرب، يعني نجد أنها فيها أبيات تشجع على التغرب. طيب نعود إلى محور حديثنا عبد الرحمن: لماذا يتغرب الإنسان؟ دعنا نذكر أول محور، ألا وهو المحور الدراسة، كونه أنه أشهر محور تجاه الشباب. غالبا ما تجد الشاب يتغرب بعد الخروج أو بعد التخرج من المرحلة الثانوية، تجد أنه أول الخيارات التي يجدها البلد الذي يعيش فيه، فإن لم يجد مباشرة الحل الثاني التغرب ولطلب العلم. وبالمناسبة هذا الأمر موجود منذ قديم الأزمان، يعني نجد أنه في زمن الصحابة كان السفر موجود لطلب العلم. تجد أنه بعض الصحابة يذهبون إلى أماكن التي تنبع منها العلماء والمشايخ والكتب، مثل بغداد، مثل دمشق، هذه المدن. حتى أيضا المدينة كانوا يأتون إلى المدينة لتعلم العلم الشرعي تحديدا، وأيضا العلوم الأخرى. فبالتالي التغرب كان موجود منذ قديم الأزمان. وأيضا لا ننسى الهجرة الكبيرة التي حدثت في الإسلام، والتي نذكرها حتى الآن، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قبل ذلك هجرة الصحابة من مكة إلى حبشة، والتي فيها منطقة دولة إريتريا حاليا. نعم. هذه غربة، تغربوا من مكة وذهبوا إلى الحبشة. أيضا الغربة الثانية من مكة أيضا إلى المدينة. بالتالي هذه كلها تعتبر غربة، يعتبر المهاجرون الآن مغتربين عن مكة المدينة، حتى أن الأنصار استقبلوهم وأزاحوا عنهم ألم هذه الغربة. نعود أيضا إلى محور حديثنا مرة أخرى، نجد أنه من أهم أسباب التغرب الدراسة، هذا المحور الأول. نعم. والمحاور في هذا كثيرة. الدراسة يعني قد يكون المحور الأهم أو العامل الرئيسي في قضية الغربة، لكن عندك أيضا من الأسباب أنه مثلا الإنسان لا يجد له رزق في الأرض اللي هو فيها، وأرض الله واسعة، يعني ممكن أنه إذا ما وجد رزق في هذه المدينة أو في هذه البلدة اللي هو فيها ما يجبر نفسه على العيش فيها، ممكن أنه يطلع أو ينتقل إلى دولة ثانية أو بلدة أخرى تزيد من فرص كسب الرزق عنده، ويعني بالحلال إن شاء الله. نعم. طيب لعلنا إلى هنا نختم يا عبد الرحمن، وننتقل إلى فقرة القادمة وحول العالم أيها المتابعون الأعزاء، فابقوا معنا. طيب دولتنا لهذا اليوم هي دولة يجب قبل أن نتحدث عنها أن نشيد بشعبها العظيم على كل هذه الأزمنة والسنوات العديدة التي صبروا ووقفوا فيها مناضلين عن بلادهم ومكافحين عن حقوقهم ومحافظين على المقدسات الإسلامية التي عندهم ومقاتلين دونها. فما يصح لنا ذكر ولا يحلو لنا كلام إلا قبل أن نتكلم في هذا الشعب العظيم وهذه الأخلاقيات والروح الدينية العالية عندهم اللي جعلتهم يقاتلون نفحا عن دينهم أولا، ثم عن بلادهم ثانيا لسنوات طويلة وأزمنة مديدة، وهي وقفة قبل كل شيء احتراما وتقديرا وإجلالا يجب أن يقفها كل مسلم دفاعا عن هذه البلدة وعن المقدسات الإسلامية.
إذا يا عبد الرحمن أعتقد الدولة وضحت للمشاهدين. نعم. هي دولة فيها ثالث أهم مقدسات الإسلام ألا وهي فلسطين الحبيبة. والحديث هنا عن ثالث أهم مقدسات الإسلام ألا وهو المسجد الأقصى. هذا المسجد الذي يعتبر من أهم المعالم الدينية في دين الإسلام، وأي مساس بهذا المسجد يعني مساس بدين الإسلام بشكل صريح وبشكل مباشر جدا. فبالتالي وجب على كل مسلم، وليس على كل شخص ينتمي لهذه الدولة، إنما على كل مسلم في هذه الأرض أن يدافع عن المسجد الأقصى، وكأنه هذا المسجد هو يمثل دينه بشكل كامل. نعم. إذن فلسطين الواقعة جنوب شرق البحر المتوسط وعاصمتها القدس. من ناحية سياسية تعد فلسطين من أكثر الدول الآن المتوترة أمنيا جراء ما تعده كثير من منظمات حقوق الإنسان انتهاكات إسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب العمليات الاستيطانية التي تزيد تأزم الوضع. فلذلك احنا ذكرنا في البداية أن احنا يجب أن نشيد نعم. بهذا الشعب الذي صمد كثيرا تجاه بلدته. نعم، لا أحد يشك في صمود الشعب الفلسطيني، يعني صمود دام أكثر من 60 سنة وما زال الصمود قادم، ولن يعني يستسلموا بإذن الله، والله معهم ودعواتنا لهم في كل وقت وحين. دعنا نتكلم عن عبد الرحمن بشكل استراتيجي وبشكل موقع فلسطين الجغرافي. تقع فلسطين كما ذكرت عبد الرحمن في جنوب شرق البحر المتوسط، أيضا يحدها من جميع الجهات مصر، لبنان وسوريا، وأيضا دولة الأردن، وهي أرض الرسالات ومهد الحضارات الإسلامية، مهد الحضارات الإنسانية. وبفلسطين بحكم موقعها المتوسط بين أقطار العرب تشكل مزيجا من عناصر الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وهي أرض أيضا تضم بين جناحيها طابع البداوة الأصيل، وأيضا أسلوب الاستقرار العريق في الشام. بالتالي جمعت بين جيلين مختلفين في مكان واحد. نعم، والحديث في جمع جيلين مختلفين يجرنا إلى الحديث عن ثقافتين مختلفتين. نعم. في التصميم المعماري الموجود في فلسطين إلى هذه اللحظة، والتناقض بين الطابع العريق والتراثي القديم والأصالة والحداثة في الطابع الحديث. الجدير بالذكر أن التراث المعماري الفلسطيني بعد خراب 1948 يختلف عن العهد اللي سبقه. يعني قديما كان التراث المعماري الفلسطيني يتميز بكونه اعتمد على نوع معين من الأحجار بطابع تراثي قديم. وما بعد حقبة 48 تميز أيضا بتألقه وما تبقى من الجماليات الناتجة عن التراث القديم. نعم، وبذكر يعني الطراز القديم والطراز الحديث، نتحدث هنا عن أهم مدن فلسطين الحبيبة، ألا وهي مدينة الضفة الغربية. ويسود مدينة الضفة الغربية طرازان معماريان مختلفان تماما. عندنا أول شيء الطراز القديم اللي هو السائد في البلدات القديمة، مثل البيوت القديمة والحارات الضيق والبيوت المتلاصقة ببعضها، وأيضا الشبابيك والأبواب تكون على شكل أقواس. وعندنا أيضا الشوارع كما ذكرنا ضيقة. وهذا الكلام كله كان بني بهذه الطريقة وبهذا التصميم المعماري حتى يسهل الدفاع عن هذه المنطقة. بالتالي كل ما كانت البيوت متلاصقة ببعضها ومتلاحمة مع بعضها، بالتالي يسهل الدفاع عنها كونها تكون منطقة صغيرة وضيقة وتحمل عدد كبير من السكان. بعكس تماما الطراز الحديث، ألا وهي البيوت الحديثة المستقلة لوحدها، اللي تكون كل بيت أدوار مختلفة لوحده أيضا، والمساحات الشاسعة بين البيوت والبيوت والشوارع الواسعة. بالتالي الحديث هنا عن الطراز الحديث من منطقة الضفة الغربية. وأيضا سبب هذه المنطقة أنها كونها حديثة، أنها يعني تمتلك مناطق تجارية جيدة، إضافة إلى كونها أيضا منطقة زراعية جيدة. بالتالي هذه كل أسباب أدت إلى كون هذه المنطقة من الطراز الحديث. نعم. وفلسطين تعتبر من أغنى الدول في الشرق الأوسط، كونها مركز للحضارة القديمة والتراث الأصيل. وجود العديد من الآثار
فيها. ولعلها أيضا بجانب إلى كونها دولة عريقة وغنية، دولة من أكثر الدول القدسية، نعم، من أكثر الدول قدسية على مستوى العالم، إذ فيها ثالث الحرمين وفيها مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا نشرع في الحديث عن بعض المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة في فلسطين. وإذا بدأنا أن نتكلم في هذا لا يصح لنا إلا أن نتكلم عن المسجد الأقصى بادئ ذي بدء. يقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، وحسب ما وجد في التاريخ تم بناؤه بعد بناء الكعبة ب40 عاما، وسمي بهذا الاسم بسبب بعده المسجد الأقصى، والأقصى في اللغة من البعيد. والمسجد الأقصى والقبة المشرفة يعتبران من أكثر الأماكن الدينية قدسية، ولا يخفى على مسلم ولا يخفى على عقل أنها ذكرت في القرآن الكريم في سورة الإسراء. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قصة الإسراء والمعراج القصة المشهورة والتي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من في ليلة واحدة من مكة إلى مسجد الأقصى، صلى هناك بالملائكة. ثم في القصة الأخرى، أو عفوا في الجزء الآخر من قصة الإسراء والمعراج، حيث عرج به إلى السماء، وإلى آخر القصة حيث فرضت الصلاة وما إلى ذلك. دعنا نذكر هنا فضل المسجد الأقصى، أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالملائكة في هذا المسجد الكبير، وبالتالي هذا سبب كون المسجد الأقصى من أهم المعالم الموجودة في الدين الإسلامي الحنيف. أيضا هناك سبب آخر مهم جدا ويعتبر سبب أساسي جدا، ألا وهي أن المسجد الأقصى كان هو أولى القبلتين، وبالتالي الصحابة قبل أن يصلوا تجاه المسجد الحرام كانوا يصلون تجاه المسجد الأقصى، وبالتالي هذا أيضا سبب من الأسباب المهمة لجعل المسجد الأقصى من المعالم المهمة في الدين الإسلامي الحنيف. ظل على مدى قرون طويلة مركزا لتدريس العلوم ومعارف الحضارة الإسلامية وميدان الاحتفالات الدينية الكبرى، أيضا المراسيم السلطانية. دعنا نفصل المسجد الأقصى كيف يتكون. هو يتكون من عدة أبنية، ويحتوي أيضا على عدة معالم يصل عددها إلى 200 معلم، منها قباب ومنها أروقة ومنها محاريب ومنها مآذن ومنها منابر ومنها أيضا آبار وغيرها من المعالم. أنت تتخيل يعني عندك 200 معلم بمختلف أنواعها وأشكالها. أيضا من معالمها مسجد قبة الصخرة الذي الذي يتواجد داخل باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك. نعم. أيضا وفي الحديث بشكل ديني عنها، من دخل المسجد الأقصى وصلى، أو من دخل منطقة المسجد الأقصى صحيح. وصلى في أي مكان، يعني تحت شجرة مثلا أو خلف عمود أو كذا، تحسب له صلاة في المسجد الأقصى كأنه صلى داخل المسجد، لأنه في حرم المسجد الأقصى، كما هو الحال في الحرمين الشريفين. يعني أنت مو لازم تصلي داخل الحرم النبوي أو داخل الحرم المكي، داخل المسجد يعني. إيه، وجودك داخل الحرم، نعم، ليس داخل المسجد، وجودك داخل الحرم تحسب لك بإذن الله صلاة. ولا فرق في الصلاة في أي مكان كنت فيه داخل الحرم، يعني أهم شيء أنك تكون داخل الحرم، وليس من المهم أن تكون داخل المسجد. نعم. ويذكر أن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، يعني أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد، والأرض لك مسجد. نعم. جميل. وعندنا أيضا من المعالم في فلسطين المسجد الإبراهيمي، وسمي بالمسجد الإبراهيمي لوجود قبر سيدنا إبراهيم عليه السلام فيه، وهو يقع في مدينة الخليل. ويحيط المسجد الإبراهيمي سور قديم تم بناؤه قبل حوالي 2000 عام. قصر هشام، يقع قصر هشام في مدينة اسمها أريحة، وسمي بهذا الاسم لأن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك هو من قام ببنائه وتكفل به. بشكل عام تتجلى معاني الهندسة المبتكرة في هذا القصر الكبير، وفي كل جزء من أجزاء هذا المبنى الضخم، كونه مزين بالفسيفساء والزخارف الملفتة للانتباه، أيضا كما أنه يعني يضم جوامع كبيرة وقاعات مليئة بالأعمدة الأثرية. بالتالي قصر هشام من أكبر المعالم المعروفة في دولة فلسطين. مسجد حسن بيك، والذي سمي نسبة إلى الحاكم العثماني الذي حكم يافا آنذاك، مسجد من المساجد التاريخية
والتراثية الموجودة. ويقع مسجد حسن بيك بالقرب من البحر في مدينة يافا. نعم. ويحتوي على قبة ومأذنة واحدة. نعم. بالمناسبة أيضا يافا تشتهر بوجود الشواطئ الجميلة في منطقتها، وأيضا يجرنا هذا الكلام إلى ذكر شواطئ حيفا. وتنقسم شواطئ حيفا إلى قسمين، أحدها رملي والآخر صخري. الشاطئ الرملي يعتبر مركزا للسباحة والاستجمام والترويح عن النفس. وأيضا عندنا الشاطئ الصخري تمارس فيه أيضا هواية الصيد من قبل ساكنين منطقة فلسطين. والحديث عن الشواطئ يجرنا للحديث عن البحر الميت، وهي أبرز المعالم الموجودة في فلسطين. ويعد البحر الميت بحيرة مالحة، وتبلغ نسبة ملوحتها 33.7%، مما يجعلها أكثر الأجسام المائية ملوحة حول العالم. وهذا لا بد أنه يكون مقصد للزوار والسياح حول العالم. نعم. ويعد من المنتجعات الصحية السياحية الأولى حول العالم. نعم. عندنا مسجد الجزار، هذا المسجد الذي يقع في شمال فلسطين، ويعد من أهم المساجد في تلك المنطقة، ونظرا لحجمه وروعة تصميمه المعماري، حيث زينت يعني حوائطه بآيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى قبة المسجد العالية والتي تتميز بلونها. فبالتالي يعتبر هذا المسجد من أهم المعالم ومن أهم المساجد التي تتزين بشكل منفرد وبشكل ذات تصميم معماري مختلف، كونها من أهم جعله هذا الأمر أهم المعالم السياحية الموجودة في فلسطين. أيضا لدينا سوق الناصرة، ويعد سوق الناصرة من أهم وأقدم الأسواق الشعبية الموجودة في فلسطين، لأنه حافظ على عراقته وعلى عمره الطويل، ويشتهر كذلك ببيع كثير من المنتجات مثل الخضروات والفواكه والمنتجات اليدوية والأغراض المنزلية، ويشتهر ببيع الأعشاب والتوابل. ولعلنا نقف عند سوق الناصرة. نعم، ولعلنا نقف عند سوق الناصرة. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرتنا لحول العالم مع دولة فلسطين الحبيبة. ننتظركم في آخر فقرة من فقرات برنامجنا. لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب.
وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يلوح الفجر الأجمال وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله بعد هذا الفاصل القصير، وعدنا لكم وإلى آخر فقراتنا لهذه الحلقة وسبورت. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في الفقرة الأخيرة وسبورت. لعلنا عبد الرحمن نبدأ على عجالة اليوم. لدينا اليوم مواضيع كثيرة ومهمة. دعنا نبدأ بالدوري الأكثر شعلة في العالم، والدوري المصنف كأفضل دوري على مستوى العالم، اللي هو الدوري الإنجليزي. نعم. دعنا نبدأ بذكر سريع لترتيب الدوري. تفضل. عندنا في الصدارة نجد مانشستر سيتي. بالمناسبة فريق مانشستر سيتي من الأفرقة، أو عفوا أي فريق يدربه المدرب بيب جوارديولا، نجد أنه عندما يعني يستلم الصدارة فإنه من الصعب أن يفقدها، وهذا كان معروفا في برشلونة وفي مسيرته مع برشلونة، أيضا في مسيرته مع بايرن ميونخ، والآن في مسيرته مع مانشستر سيتي نجد أنه هذا المدرب صعب جدا أن تفلت الصدارة منه. هذا لا يمنع أن نذكر أن المنافسة هذا الموسم شديدة الوطء بين السيتي، عندنا أيضا ليفربول، تشيلسي. دعنا نذكر الترتيب على عجالة. عندنا مان سيتي في الصدارة، ثم يأتي بعده في الوصافة ليفربول ب41 نقطة، تشيلسي، أرسنال، ويست هام. بالمناسبة ويست هام من المواسم الجيدة جدا نظرا لمستوى اللاعبين والقيمة السوقية لهم. نجد أنه يقع في المركز الخامس أمام يونايتد، أمام توتنهام، أمام ليستر سيتي. هؤلاء العمالقة في الدوري الإنجليزي. نجد أن ويست هام يأتي في المرتبة الخامسة، ثم تأتي بقية فرق الدوري الإنجليزي. إذا المتصدر مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وبوجود نجوم مثل دي بروين وفودين ورحيم ستيرلينج وما إلى ذلك. نعم. جدير بالذكر أن مانشستر سيتي في آخر مباراة له انفرد بالصدارة في جولة حاسمة وجولة ذهبية لهم أمام نيوكاسل ب4 أهداف مقابل لا شيء، وقبلها أيضا لعب وفاز أمام الليدز ب7 أهداف مقابل لا شيء. بيب جوارديولا ما يرحم أحد الآن كما يظهر لي. صحيح. وفعلا تفرد بالصدارة واستحقها بفريق قوي وبعقلية جبارة. ليفربول ومباراتهم الأخيرة مع توتنهام أو قبل الأخيرة كانت مباراة حامية جدا، ضغط فيها توتنهام، حارب فيها توتنهام وحارب فيها ليفربول، انتهت بالتعادل 2 مقابل 2. ما رأيك في المباراة عبد الرحمن؟ هي جولة جميلة لفريق مانشستر سيتي، تخدم مانشستر سيتي بشكل كبير كونه المنافس الأول ليفربول، وأيضا المنافس يعتبر أيضا الأول مكرر هو فريق تشيلسي. كلاهما تعثرا في نفس
الجولة نجد أنه ليفر وتوتنهام بقيادة كونتي، وليفر بقيادة كلوب أدوا مباراة ممتعة جدا قل ما تجدها في الدوري الإنجليزي، بحكم أنه الدوري هذا قممه صعبة جدا، نادرا ما تجد فيها مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، إلا أن هذه المباراة يعني وفت بكامل وعودها، وشفنا مباراة جميلة جدا من كلا الطرفين. ليفربول اعتمد الضغط العالي، أسلوب الضغط العالي. توتنهام اعتمد البقاء في الخلف واعتمد على المرتدات، وبالتالي شاهدنا مباراة غزيرة بالهجمات، وأيضا لا بأس بها من ناحية الأهداف. نذهب إلى مباراة تشيلسي وولفرهامبتون والتعثر 0-0. نجد أنه تشيلسي يعني فيه إصابات كبيرة جدا بقيادة المدرب توخيل، مما أدى إلى تراجعهم. كانوا في الصدارة الآن يقبعون في المركز الثالث بفرق 6 نقاط عن المتصدر اللي هو مانشستر سيتي. ما رأيك عبد الرحمن؟ هل الإصابات هي السبب؟ هل المدرب؟ أين الخلل؟ تشيلسي فريق قوي، وجاءك الموسم هذا بعد دوري أبطال أوروبا، وكان يعني بلهفة وتحمس، خلاص قد الآن أخذ الأبطال بيركز على الدوري. نعم. المشكلة ليست في تشيلسي، المشكلة أن الدوري نفسه ما يرحم. صحيح. مانشستر سيتي بقيادة عظيمة، مانشستر يونايتد بأسطورة اللاعبين رونالدو، كريستيانو رونالدو. صحيح. كل فريق في الدوري الإنجليزي يقاتل بكل ما لديه، إذا كانت عنده معطيات أو إذا ما كانت عنده معطيات. تجد هذا عكس طبعا بقية الدوريات. تجد أن بعض الدوريات مثل الدوري الإسباني يتفوق فيه برشلونة وريال مدريد على مر عصور. نعم. لكن الدوري الإنجليزي تتفاجأ كل مرة فيه بفريق يقاتل بشراسة وبقوة على عكس المعتاد. فالعلة ليست في تشيلسي، وإن كانت الإصابات قد دمرتهم. نعم. وأخذت كثير من اللاعبين منهم، لكن المدرب توخيل تعاقداته جيدة، تفكيره في اللعب، أسلوب لعبه أيضا جميل، وأخذ بهذا الأسلوب دوري أبطال أوروبا. نعم. ننتقل إلى دوري آخر من الدوريات الكبرى الخمس، ألا وهو الدوري الإسباني، ونجد أنه مدريد ينفرد بالصدارة ب 46 نقطة، ويبتعد عن أقرب منافسيه إشبيليا ب 38 نقطة، والفارق 6 نقاط بين المتصدر والوصيف، وبالتالي هذا رقم كبير يعتبر مقارنة بالدوريات الأخرى. نجد أيضا في المركز الثالث ريال بيتيس، نجد أيضا في المركز الرابع مفاجأة الموسم الفريق رايو فاليكانو، هذا فريق الصاعد حديثا، ونجد أنه يؤدي موسم كبير جدا ويقع في المركز الرابع، ثم أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد وبرشلونة. وما اعتدنا أن نذكر برشلونة بعد هذه الأسماء، ولكن موسم سيء برشلونة. ولكن يذكر يعني الجدير بالذكر مباراة برشلونة وإشبيليا، والتي يعني نقدر نقول شممنا رائحة برشلونة العهد الجميل بقيادة تشافي. كانت مباراة سيطرة تامة لمجريات المباراة من قبل برشلونة، طبعا مع تقلبات في المباراة أحداث يعني، ولكن بالمجمل نجد أنه السيطرة الكبرى، استحواذ، فرص. المباراة مجملا بشكل عام كانت لبرشلونة. لعل هذه المباراة تكون دافع لهم لبقية الموسم حتى يتمون بشكل جيد. يقبع برشلونة في المركز السابع خلف هذه الأندية، وكما ذكرت عبد الرحمن ما اعتدنا هذا في آخر 10 سنوات. كان أكثر فريق حصل على الدوري الأسباني هو فريق برشلونة، لكن تراجع كبير بعد تخبطات لفترة طويلة من إدارة فاسدة، وبعد غياب النجم الأول ليونيل ميسي وتبعه سواريز، وقبلهم كلهم غياب النجم الأسطورة نيمار. فلذلك برشلونة متأخر، مدريد لا زال في الصدارة، ومدريد يعني وإن كانت في لديهم أيضا تخبطات إدارية، لكن فريق جيد، والأسماء لا زالت موجودة ولا زالت صامدة. كروس على كبر سنه، ولوكا مودريتش أيضا على كبر سنه، بنزيما، والحديث عن المباراة الأخيرة التي تألق فيها تألقا بديعا، أحرز هدفين جلب فيهم الفوز لفريقه. ما رأيك في المباراة عبد الرحمن بالمناسبة؟ والله عبد الرحمن، المباراة نقدر نقول نختصرها في تألق النجم الكبير بنزيما، حيث أنه أراح فريق ريال مدريد من مباراة ثقيلة. طبعا تتكو بالباو من المباريات الثقيلة على كل الأندية، كونه فريق لا تستطيع أن تتحكم بمجريات المباراة. يعني نجد أنه يحمل مدرب عظيم، يحمل لاعبين شبان كبار، تلقاهم ما شاء الله من بداية المباراة إلى نهاية المباراة يحاولون يستمرون. ولكن هدفين بنزيما، بالمناسبة بنزيما أصبح من أهم اللاعبين، ليس فقط
على مستوى هذا الموسم، إنما على مستوى تاريخ كرة القدم وتاريخ ريال مدريد بشكل خاص. مزيمة من قادات أو من قادة موسم ريال مدريد الجميل حتى الآن بقيادة المدرب أيضا أنشيلوتي. هذا يعني ملخص للدوري الإسباني. ريال مدريد يقع في الصدارة وبعده الفرق الأخرى. طيب، ومن أسبانيا إلى إيطاليا، حيث يتصدر الإنتر جدول الترتيب بموسم ذهبي ممتاز، وإس ميلان ونجمهم الأول، واللي قلنا إن شاء الله أنه بيرجع وترجع أمجاد إس ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، لكن لم يكن ما كان أو لم يكن ما توقعنا. بداية عبد الرحمن، صدارة الإنتر، ما رأيك بالفريق؟ يقدم الإنتر مستوى أسطوري جدا جدا بقيادة المدرب إنزاغي. نجد أنه حامل اللقب فريق الإنتر ميلان قاعد يحافظ ويستمسك بصدارة الدوري الإيطالي، حيث أنه كسر عقدة يوفنتوس التي استمرت أعواما طويلة مقاربة 9 أو 10 أعوام من الدوريات المتتالية. جاء المدرب العظيم أيضا أنطونيو كونتي وكسر عقدة يوفنتوس. وأيضا نجد بالمناسبة على ذكر يوفنتوس يقبع بالمركز الخامس هذا الموسم، والذي يقدم أداء غير مطلوب لدى الجماهير، وحيث الجماهير ما اعتادت على هذا المركز في هذا الوقت من الدوري، مرحلة حساسة يتحدث فيها معطيات كبيرة تحدد منها فيها من البطل، ولكن نجد منافسة شرسة جدا على مركز صدارة. نجد في المركز الأول إنتر، نجد في المركز الثاني إي سي ميلان. ومناسبة يحسب للمدرب بيولي عودة الميلان من الباب الكبير من الدوري الإيطالي، حيث أنه الموسم الماضي أنهاه في مركز متقدم ومركز مؤهل لدوري الأبطال. أيضا ما أذكر هو الرابع أو الثالث. أيضا نجد في أو أعتقد الثاني، نجد الموسم هذا الآن يقع في المركز الثاني. ثم أيضا نابولي، والموسم أيضا الكبير لهم على خلاف آخر كم مباراة، نجد أتلانتا، يوفنتوس، روما. هذه الفرق تقع بعد هؤلاء الأفريقيا. نعم. طيب، شاكرين لك هذا التقديم وهذا الحضور عبد الرحمن. وصلنا وإياكم أيها المتابعين الأفاضل في كل مكان إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. الشكر موصول لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وموصول أيضا لأخي وزميلي عبد الرحمن. شاكرين لك يا عبد الرحمن. شاكرين لك أخوي عبد الرحمن، وشاكرين للمشاهدين الكرام هذه المتابعة وحسن التواصل. إذن إلى حلقات قريبة، ترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع. أنس وصحاب في ساعة شباب. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.